شوف، انا ممكن اصيح لك في كل الماتشات، كل الماتشات تستاهل الصياح الجولة دي الا ماتش واحد، ماتش السيتي. انا عمري ما حلوم جوارديولا، عمري ما حلوم جوارديولا. العيب على ارسنال العرة، العيب على ارتيتا العرة، العيب على الفرقة العرة اللي بتخسر من اي فرقة تعبانة اخر فترة. وطبيعي طبيعي ان هو يلعب بالدكة. يعني انت عايزه ان هو يلعب لك بالاساسي عشان الفانتزي؟ يعني ما هو طبيعي ان هو ينزل بالدكة. اظبطوا لي قناه السبسكرايب، الشير لاصحابكم، لان خلاص يا جدعان، يعني لا في نقط ولا في سبسكرايبرز ولا في اي حاجه، فاظبطوني كده عشان الواحد جاله اكتئاب خلاص. ويلا بينا نبدا الصياح في جوله. يعني بص، ما هو انا في ناس تقعد تقول لي يا عم بقى كفايه صياح بقى. يعني بص، مبدئيا القناه اسمها صياح الفانتازي، ده مبدئيا. ثانيا يعني جوله متوسط النقط بتاعها 22 نقطه. يعني اقول لك جوله جميله، جوله عظيمه، الله ما مش هعمل صياح انا اللي صيوحه. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، الجوله دي تقريبا مفيش حد جاب فيها نقط غير كين وغير دفاع يونايتد، هو ده اللي جاب النقط تقريبا الجوله دي. مفيش حد جاب نقط تقريبا غيرهم. فيلا بينا نبدا نتكلم كده في الجوله. والجوله بدات، بصوا كين جون في في اول 5 دقايق في الماتش، وقلنا يلا تمام والدنيا حلوه. وحتى برينتفورد ما عملش ولا هجمه، ما عملش اي هجمه طول الشوط الاول. وتوني ما لعبش، وقلنا خلاص الكلين شيت شكله هيجي لتوتنهام. يروح فجاه تلاجة، احنا نسينا ان في تلاجة واقفة في الجون بتاع توتنهام، يروح جون التاني التالت، امبيومو جايب جونين واسيست. انت واصل لدرجة صعبة جدا. فخلصنا ماتش العيرة توتنهام. بريندفورد لا طلعوا كلين، بصوا لا استفدنا من هنا ولا استفدنا من هنا ولا اي حاجة. هو يا دوبك نقط كلين، نقط كين وزي الفل. ندخل في يونايتد وبورنموث، وانا نصحتك بايه؟ نصحتك باتنين او كمان 3 من دفاع يونايتد، وقلت لك هو طبيعي ان لازم يطلعوا كلين، لازم يطلعوا كلين. وبالفعل طلعوا كلين وشوشفت البونص كله ويستاهل. وكانت تبديله جميله جدا. وقلت لك دخيه، ودخيه برضه عمل شغل حلو جدا واخد نقط حلوه، تقريبا اخد 7. فيعني اللعيبه ظبطتك، ليندلوف لعب، فاران لعب، اللعيبه دي كلها ظبطوك. غير كده هجوم يونايتد عقيم خالص، هو جون يتيم كازيميرو اسيست اريكسن، جون ملوش دعوه بالفانتزي اساسا، وجون بيبين لك الجوله دي ماشيه ازاي. ندخل في الماتش الثالث، ماتش اللي هو ما كانش ليه اي 30 لازمه، فولهام وكريستال بالاس. متروفيتش راجع وجاب جونين، وكريستال بالاس وارد وادوارد، عارف اللي هو حاجه بائسه جدا يعني. لا ايزي ولا اوليسي، ايزي عمل اسيست يتيم في الماتش ده. ليفربول واستون فيلا، وزي ما قلت لك الدفاع كده كده مش هيطلع كلين شيت. وبالفعل استون فيلا جاب جون، وواتكنز ضيع ضربة جزاء. ده اول ما كان هيشوط ضربة الجزاء كنت حزين ان هو يعني كنت بايعه وهيجيب اجوان، بس الحمد لله ضيعها. ويعني الله يكون في عون اللي معاهم واتكنز. في الناحية التانية بصراحة الجون بتاع فيرمينو اللي هو اسيست صلاح، انا كنت شايفه ان هو جون تسلل عن الجون اللي هو اتلغى اساسا. يعني الجون الاول، الجون اللي هو اتلغى اللي هو كان جايبه، مش فاكر مين اللي كان جايبه، كان فان دايك تقريبا ولا حاجه كده. المهم يعني الجون ده كنت شايفه سليم. بس ما اعرفش بقى يعني الدنيا، لا كان جاكبو تقريبا، وكان قبليها كوناتيه، كانت حسب اسيست كوناتيه. بس عموما نتيجة 1-1. صلاح اسيست بالعافية، بس اوعوا تبيعوا صلاح. صلاح بقى له كام ماتش عمال مقضيها اسيستات بس الماتش الجاي يعني اوبشن رقم 1 في الكابتنة. فاوعى اوعى اوعى تفكر انك تبيع صلاح. ندخل على ولفرهامبتون وايفرتون، الماتش التاني اللي ملوش اي 30 لازمه. لا ده طلع كلين ولا ده طلع كلين. انا بوريك ان حرفيا الماتشات كلها ملهاش دعوه بالفانتسي. حتى الجون بتاع ليفربول في الماتش اللي فات فيرمينو اللي هو مفيش حد جايبه. في الناحيه التانيه برضو رمزي اللي هو برضو نادرين جدا اللي جايبينه. في الناحيه التانيه ولفرهامبتون وايفرتون، اللي جايب الجون هوان جي تشان ومينا، واسيست كين اللي هو المدافع، والتاني اسيست اداما، اللي هو لعيبه كلها ملهاش دعوه بالفانتزي اساسا. ننهي الجوله وقلت لك ايه بقى في حاله النصايح؟ قلت لك نوتنجهام فورست تقدر تكسب او تتعادل على الاقل مع ارسنال اهي 1-0. والله العظيم اقسم بالله كنت ناوي اجيب دفاع من نوتنجهام فورست. انا براهن على فشل ارسنال اكتر من اكتر من يعني قوه نوتنجهام فورست، رغم ان انا كنت حاسس، لان نوتنجهام فرقه رجاله بغض النظر ان امكانياتهم على قدهم، بس فرقه رجاله، فرقه يعني بتتحمل المسؤوليه وبيحبوا المدرب وبيحاولوا ان هم يعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان المدرب يفضل معاهم وان هم يقعدوا في الدوري. ارسنال عرر بيعوا كل لعيبتهم، رغم ان الماتش الجاي سهل وعلى ارضهم قدام ولفرهامبتون، بس عادي جدا ممكن يكسبوهم عادي جدا. فرقه خلاص، الفرقه حاليا بتشحت كوره، مش عارفين يلعبوا كوره اساسا، لا في دفاع ولا في هجوم ولا في اي حاجه. وحالتهم بقت تصعب على الكافر. يعني مش عارف بجد الفرقه دي هتعمل ايه السنه الجايه بالمنظر
الرديء ده بجد. ندخل على ماتشات النهارده، ويعني ليدز الجون رودريجو، اسيست ماكيني. ندخل في الناحيه التانيه، ما انا بقى بوريك ان مفيش حاجه ليها علاقه بالفانتزي. بوين راجع من الغيبوبه، اللي هو كان السنه اللي فاتت كان عمال اجوان واسيستات، السنه دي مقضيه في الشلاحات، فجاه النهارده يجيب جون واسيست، وينجز يعمل اسيست، ورايس يجيب جون، وباكيتا يصنع، ولانزيني يجيب. لانزيني ده، لا انت عارف ان لانزيني ده ما لعبش كوره من سنه تقريبا. يعني يعني حاجات غريبة بتحصل يا جدعان، والله حاجات غريبة، حاجات غريبة. برايتون ضد ساوثهامبتون. ساوثهامبتون كرة واحدة طول الماتش، كرة يتيمة واحدة دخل الجون. منور يا ستيل، منور حبيب قلبي، منور. بتلاعب فرقة مالط على أرضك، هجمت هجمة واحدة جون، وحتى كان في جون تاني اتلغى لساوثهامبتون، هو حرفيا ما صدش ولا كورة. يعني عامل عظمة. ميتوما اسيست يتيم بالعافيه، ميتوما مقضيها في القرف خالص. ماك اليستر اسيست بالعافيه. فيرجسون جونين. فاكر فيرجسون؟ ارجع لحلقه النصيحه بتاعت الاسبوع ال 36 تقريبا او ال 35، كنت قايل لك عليه قبل الدبل، اللي هو اول ما رجع من، عارف اللي هو الماتش بتاع ايفرتون، اول ما لعب ماتش ايفرتون لما نزل من الاحتياطي، قلت لك هاته. بص اهو النهارده ولع الدنيا وجاب الجونين وزي الفل. يعني شغل عظمه بجد يا جدعان، شغل عظمه. جروس جاب الجون بس كده يعني، لا في كلين ولا اللعيبه الحلوه اللي بتبقى معانا تألقت. في ناس اللي حنكشت وجابوا انسيزو، ها يا دوبك ما عملش اي حاجه برضو. فاللي هو يعني ماتشات كلها ملهاش اي 30 لازمه بالفانتزي. سيتي وتشيلسي، وانا قلت لك ايه؟ سيتي خلاص، سيتي خلاص كده كده خلاص ضمنت على الدوري. طبيعي ان هم ينزلوا بالدكه. وعلى فكره انت ممكن تشتري لعيبه الدكه، هتلاقي عادي ان هو ممكن يلعب في ماتش بالاساسيين، ما هو مش هيقعد مريح الاساسيين كل الماتشات. هتلاقي مدوره جامده في الماتش اللي هو الجاي ده، والماتش الجاي اللي هو الاخير. عشان كده نصيحه اهو، نصيحه بقولها لك اهو من قبل حلقه النصائح الاسبوع الجاي: بيع كل لعيبه السيتي بما فيهم هالاند. بيع كل لعيبه السيتي، خلاص كده الموضوع انتهى. حتى اللي جايب الجون هنا الفاريز، اسيست بالمر. يعني حاجه ملهاش دعوه بالفانتزي غير شويه معاهم الفاريز. غير كده كلين. لا ادرسون لعب، لا وعايز اقول لك بس حاجه، بس معلش قبل ما تقول لي يا خساره لو حظي الوحش لو كان ادرسون لعب كنت اخدت الكلين. لا، ما هو لو ادرسون لعب ما كانش اخد الكلين. في حارس محترم اسمه اورتيجا صد خمس ست كور في الماتش ده. ادرسون بطيخه ده لو كان موجود كان دخل فيه جونين ثلاثه. فما تقولش يا لو كان لعب كان طلع الكلين شيت، لا ما كانش هيطلع كلين شيت. الزعل بقى على ايه؟ اللي هو ستونز قعد دكه، مش عارف مين قعد دكه. انت حرفيا ما فيش لاعب عندك طلع بكلين شيت واراهنك. انت كل اللعيبه اللي لعبت كلهم لعيبه دكه ما عدا اكانجي، واكانجي خرج قبل الدقيقه 60، وستونز دخل بداله عشان ده ينزل بنقطه وده ينزل بنقطه، والباقي كلهم بكلين شيت، اللي هي اللعيبه اللي ما فيش مش مع اي حد خالص في الدنيا. في الناحيه التانيه هجوميا، محرز لعب، فودن لعب، الفاريز لعب. محرز كان حاجه نيله خالص، يعني هو يا دوبك اسيست بالعافيه كان معمول في الكرة اللي هي خبطت في العارضة، واسيست تاني بجد سيء جدا. محرز سيء، كان سيء جدا. يعني خلاص هو عدى بالكوره وراح انفراد بالجون، يروح لا ما اعرفش ليه بيلمس الكوره بايديه ليه. هو على فكره كان كده كده متملكه، وكان عارف يقدر يدخل بيها من غير ما يلمسها بايده. لا لازم يلمسها بايده ويروح مديها لالفاريز جون، بس الجون يتلغى. فيعني حاجه صعبه جدا. جريليش كان دكه، دي بروين كان دكه، برناردو سيلفا كان دكه، ستونز كان دكه، كل اللعيبه كانت دكه. وهو ده الطبيعي اللي هتلاقيه في السيتي. وممكن اللعيبه دي تلعب عادي، بس هتلاقي شويه منهم اساسي وشويه منهم احتياطي وتبديلات وكده. مش هتسلك مع جوارديولا الماتش ده والماتش الجاي. فاوعى تسيب حد عندك من السيتي الاسبوع الجاي وتقعد تصيح وتقول لي يا اتخزوقت. لا هو الطبيعي ان هو يخزوقك. وانا شخصيا يعني رغم ان انا كابتن هالاند، قلت لك يعني انا شخصيا خلاص، يعني انا اي حاجه جوارديولا هيعملها في الماتشات في الماتشين الجايين هو اشياء منطقيه. دي يعني دي مش خوازيق، دي اشياء منطقيه اللي هو بيعملها، ان هو بيريح اللعيبه او كده. ده شيء طبيعي. واخر حاجه عايز اقولها: ايه اخبار الناس اللي كانت بتتريق على تريبل راشفورد اللي جاب 60 نقطه وقالوا لي يا تريبل مش ناجح جاب لك 60 نقطه بس؟ ايه اخباركم وانتم متربلين هالاند؟ 350 الف متربلين هالاند الجوله دي. جابوا نقطة ثلاثة، يعني ده ده انتوا تدعوا ربنا يجيب لكم جون حتى في الماتش الجاي عشان يرضوكوا بأي حاجة.
فالحمد لله على تربلة راشفورد في الجولة اللي تربلناه فيها، الحمد لله في اللي هو التريبل، في الجولة بتاعت الدبل بتاعت يونايتد. بس كده يا شباب، اظبطوا لي اللايكات، السبسكرايب، الشير لاصحابكم. انتوا تخاذلتوا معايا الفتره الاخيره، بس اظبطوني كده يا شباب. وان شاء الله كده كده هنعمل حلقات حتى في الفتره اللي هي مش هيبقى فيها الدوري، هتبقى في حلقات كتير عن الانتقالات. فاظبطوا لي اللايكات لو عايزين نستمر معاكم، واشوفكم على خير.